كابتن رضا عبد العال، مليون مبروك الصعود دوري الترقي بدري بدري كده. الله يبارك فيك، الحمد لله والشكر لله. وطبعا انا بهني جماهير طنطا، وبهني مجلس ادارته، وبهني لعيبتنا ان دي الخطوه الاولى. ان شاء الله الخطوه الثانيه بامر الله، يعني ان شاء الله هتبدا بعد نهايه مباراه البلديه. ان شاء الله يبقى نفكر بقى في الصعود بقى بجد بقى ان شاء الله، وماتشات الترقي، لان دي الاهم بقى. فاحنا ان شاء الله بامر الله الفتره الثلاث ماتشات اللي جايين دولت ان شاء الله نريح الفرقه بامر الله، اللعيبه اللي هي بقى لها من اول الموسم بتلعب. ده بدايه من ماتش نابورو باذن الله. نابورو زفت بلديه بامر الله. ندي الماتشات بقى للناس اللي هي ما بتاخدش الاحساس بقى عشان تخش، عشان يبقى ايه عندك اكتر من لعيب واكتر من مركز، فيبقى ان شاء الله ما يبقاش في اي مشكله. انا عارف ان كون ان طنطا نخلص بدري واول فرقه الحمد لله، ده كان مجهود 3 سنين. ما انت كل سنه كنت بتكمل حاجه، كل سنه بتكمل حاجه. الحمد لله والشكر لله. احنا السنه الاولانيه يعني فلتت مننا في الست ماتشات اللي هم في نهايه الدور الاولاني. طبعا خبره اللعيبه، كان في لعيبه برضو يعني مش ما عندهاش حته الطموح بتاع الصعود. احنا برضو كانت الخبره لسه شويه جايين يعني برضو يعني اهو، وكنا في مجموعه القاهره، ويعني كانت شويه عوامل يعني. انما الحمد لله السنه اللي فاتت بمجرد ما جينا نفوق وبدانا نخش، كان عندنا 15 بونت، وكان لنا ماتش مؤجل، وكان الاول 18. بدانا نفوق فالدوري اتوقف، فجينا الحمد لله من بدايه من السنه دي بقى الحمد لله والشكر لله. اصعب ماتش بدايه من السنه ده كابتن؟ انا اصعب ماتش بالنسبه لي كان سمنود اللي كان هنا، سمنود اللي هو كان هنا اللي كسبناه 2-1 في الاخر. ده كان اصعب ماتش، والماتش كان خلاص يعني الحكم بيحط الصفاره بقى عشان ينهي، والحمد لله ربنا كرمنا بشيء جاب الجون الثاني. كابتن رضا عبد العال لما خفاجه ده ضربه الجزاء؟ لا كانها ضربه حره يعني. الحمد لله والشكر لله، ونمسك الخشب يعني، في خشب يعني نمسك الخشب جوه. الحمد لله والشكر لله، يعني عندي ثقه الحمد لله بالشكر لله كبيره قوي في لعيبتي، لان عارف اصل ضربه الجزاء زي ضربه حره زي ضربه المرمى، هي هتفرق وكل حاجه، بس الحمد لله انا عندي ثقه ان اللعيبه ان شاء الله هتجيب تاني وهتروح لجون. احنا مضيعين الشوط الاولاني لا يقل عن 15 فرصه، لا مفيش توفيق ومفيش نصيب، بس الحمد لله والشكر لله ربنا كرمنا بجونين. المهم انك تاخد 3 بونت وكنت تخش بقى المرحله دي بقى عشان لعيبتك بقى الثقه والفرحه والتركيز بعد كده، وخلاص بقى ما يلعبوش تحت ضغط بقى، ونلعب وندي للناس اللي ما خدتش فرصه يعني ان شاء الله.